قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. What I don't understand is, what we don't understand is how this piece of cloth can cause so much hatred, controversy, friction, squabble. Everybody's talking about it. In fact, everybody wants to ban it. But why? Is it because we dress the same? Or because we look the same? I wear it solely because God tells us to, and we want to please Him. We are subservient to God. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ستر العورات، وكان النساء في زمانه يكشفن عن وجوههن ولم يؤمرن بالتغطية، بل نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطية الوجوه في الإحرام وقال لا ينتقبن، فدل ذلك على أن الوجه ليس عورة بالنسبة للمرأة. النقاب بقدرة قادر بين عشية وضحاها أيها الإخوة أصبح عادة، ليس من الدين في شيء، ليس له جذر ديني. جواز كشف الوجه مع لبس الحجاب الشرعي أن يكون طويلا وأن يكون فضفاضا وألا يكون معطرا وألا يكون مبخرا وألا يكون ثوب شورى وألا يكون ثوب زينة إلى غير ذلك، واختلفوا في وجوب تغطية الوجه من عدمه. فالجمهور على جواز كشف الوجه إذا أمنت الفتنة. يقول سيدنا قيس بن علي رضي الله عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: دخلت على أبي بكر الصديق في مرض الموت الذي مات فيه، فوجدت امرأة بيضاء موشومة اليدين، يعني في إيديها فيها حنة، وهي تذب عن أبي بكر، ماسكه منشه كده وعماله بتطر عليه الهوى وهو في اللحظات الاخيره. ولما تيجي تتاملي بقى في هذا النص بيقول لك امراه بيضاء يعني موشومه اليدين، مش عارف الراوي انها بيضاء وانها موشومه اليدين، يعني ودي مرات كانت كشفه وجهها دي مرات ابو بكر الصديق، لا لم يعني دليل على عدم فرضيه النقاب، وان النقاب فضيله وانه ليس واجبا وليس فرضا، عشان الناس بس تفهم المساله خلافيه. الان مساله تغطيه الوجه كشف الوجه مسائل خلافيه بين اهل العلم، سواء من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، والأمر واسع، منهم من أفتى بهذا وهذا، حتى الشيخ الألباني مالي مع الجمهور في هذه المسألة بكشف الوجه كما هو معلوم في جلباب المرأة المسلمة. فالمسألة واسعة، لكن هناك لما ذكرت مثل بعض الأشياء التي تخالف الحجاب أو ستر المرأة وحشمة المرأة، هذه ليست من الوسطية طبعا. ما هو ليس معنى ذلك الوسطية انه مسألة التبسط وترك التكاليف او الشرعية او التحلل من دلالات النصوص. سأقول شيئا الآن عجيبا جدا قرأت قبل مدة حديثا في أسد الغابة العلامة ابن الأثير الجزري رحمه الله عليه صاحب النهاية، في أسد الغابة في ترجمة صحابية تسمى منيعة تقول ابنتها أنها جاءت وسألت النبي تقول وناراه تستعيذ بالله من نار جهنم فقال ما نجواك ايش بدك انت؟ فذكرت له سؤالها، فقال لها وهي منتقبة ابنته تقول، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أسفري يا أمة الله عن وجهك، أرينا وجهك، أنت بتتكلم هيك من شايفينك؟ فإن السفور من الإيمان أو قال من الإسلام، والنقاب من الفجور. شيء غريب. هذا حديث عجيب جدا. وروى العلامة الإمام ابن منده رحمة الله عليه، وروى الإمام أبو نعيم الأصفهاني في الصحابة. عجيب. هذا الحديث ذكره ابن الأثير ولم يعلق عليه بشيء، ونقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة، وعلق بالقول ولم أجده فيهما، لم أجده عند ابن مندة ولا في ابن نعيم في الصحابة، ولكن لم يعلق أنه منكر المتن مثلا أو شاذ لهذه النكارة في متنه، مع أن العبارة قوية جدا. يقول السفر فإن السفور من الإيمان أو الإسلام، والنقاب من الفجور. شيء غريب. اللي هو اسمه المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، الجزء الثاني صفحة 547. فبيقول منيعة روت عنها ابنتها قريبة
جاءت إلى رسول الله منتقبة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النار النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجواك؟ فأخبرته بأمرها، فقال يا أمة الله أسفري فإن الإسفار من الإسلام وإن النقاب من الفجور. ما معنى الخمار حتى نعلم ما هو الخمار؟ الخمار الناس إذا أطلق لفظ الخمار يظن على أنه غطاء الوجه، وهذا خطأ أدرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلي أو لا يحل صلاة حائض إلا بخمار. ما هو الخمار؟ إذا قلنا أنه الوجه، إذا الحديث أن لا تجوز الصلاة لمرأة بالغة إلا أن تغطي وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد غطاء الرأس هنا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم غطاء الرأس. هذا يعطيك دلالة على أن الخمار لا يطلق على غطاء الوجه، وإنما يطلق على غطاء الرأس. لكن للأسف بعض الدعاة حتى من الأفاضل قالوا بالوجوب وحاولوا إقصاء الرأي المخالف، بل إن أحد العلماء رحمه الله ألف كتابا بهذا يسمى جلباب المرأة المسلمة، ورأى بأنه مستحب لا على أنه وجوب. لكن مسألة أن العلم يورث هذه مصيبة، أن يصبح السياسة الدينية أو سياسة الأعراف والتقاليد تلزمك برأي أو مذهب ديني، هذا هو المنبوذ حتى في الشريعة الإسلامية. لهذا الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لبناتك قل لنسائك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعض أهل العلم بعض الناس يقول يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن لا يعرف. قالوا من أين نعرف نحن؟ من الوجه. نقول لا، هذا له سبب نزول، أن كان بعض من شباب المدينة مثلا يتغزلون بالجواري، لأنه سابقا لم يفرض غطاء الرأس، فكانت الجارية والحرة كلاهما سيان، فالله عز وجل أمر الحرة أن تغطي أن تتجلبب بلباس الشرع. لماذا؟ حتى لا تتعرض لمثل هؤلاء. والله عز وجل ماذا قال؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى، ما قال على وجوههن. يعني هذه مسألة. فأنت أن تلوي نص النص الشرعي لمرادك، هذا الذي يحاربه الإسلام بشكل عام. المسألة الثانية، متى يصبح مثلا نقول أنه حرام؟ نقول يصبح حرام النقاب مثلا في الصلاة، في الحج والعمرة. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. إذا كيف؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكشف عورة؟ إذا كان الوجه عورة فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكشف المرأة؟ هذه المسألة. يعني هم يستدلون على هذا الحديث بوجوب النقاب، ونحن نستدل على أنه ليس بعورة، دل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكشفه. المسألة الثانية مثلا يصبح حرام إذا مثلا استغلته الجماعات الإرهابية، كما حصل مع قادة الإخوان المسلمين لما انقلب الناس عليهم. كثير من قادة الإخوان لبس النقاب وتستر بلباس امرأة ليهرب من دولة مصر. فالأمر هنا يحتاج فعلا أن ننظر نظرة دينية أمنية لا تخالف الدين. تعيش النساء في هذا الحي حياة طلبانية لا بل يهودية أصيلة، يعودن فيها كما يقولن إلى دينهن وتوراتهن.
خاصة غير خاضعة لرقابة وزارة التعليم أو البلدية. كما ترى فإن البنات في هذه الصور يتمرنون في سن رياض الأطفال. وهذا الفيديو صوره يعقوب ليدرمان وهو حربي من سكان بيت شامش الذي يراقب بقلق منذ عدة أشهر هذه الظاهرة المقلقة. لنستمع إليه.